لو في زيت تحت الموتور يعني ايه وحله ايه؟ اولا الزيت ده مكانه فين تحت الموتور؟ تعال ناخد من اول الموتور كده. لو تحت وش التكهات يبقى عندنا كذا احتمال. الاحتمال الاول وش التكهات اتفك وما اتربطش كويس، او مسمار من مسامير وش التكهات مفوت ومش بيربط كويس. في الحالة دي المسمار هيحتاج شغل خراطة. الاحتمال التاني جوان وش التكهات ضارب. الاحتمال التالت يكون خرطوم التنفيس اللي في غطا وش التكهات مفكوك والزيت بينطر بره، بالتالي هينزل على الارض بس هتبقى نسبة بسيطة جدا. لو الزيت من تحت وش السلندر يبقى احتمال جوان وش السلندر ضارب او معمول له عمرة او نص عمرة والتقفيل مش كويس وبيسرب زيت ومحتاج تغيير جوان وش سلندر. ولو المعدن مقفع، يعني السلندر نفسه مقفع، يعني المعدن مش مستوي، فالافضل ان انت تفصل جوان بدل ما تشتري جوان جاهز. التفصيل بيبقى الخامة بتاعته تخينة شوية، بيمنع تسريب الزيت. ولو الزيت من تحت نص الموتور هيكون نفس الفكرة بتاعت برضو جوان وش السلندر. ممكن يكون الجوان النص هو اللي ضارب، او الخامة بتاعته مش كويسة، او التقفيل بتاعه مش كويس، او محتاج جوان تفصيل عشان يكون تخين برضو لو المعدن بتاع الموتور مقفع مش مستوي. لو الزيت من تحت طبة الزيت الكبيرة يبقى ممكن يكون اويل سيل الطبة ناشف ومشقق او بايظ ومحتاج يتغير، او تكون الطبة مش مربوطة كويس او فيها شرخ او كسر وبتسرب زيت، يبقى محتاج تغير طبة الزيت او تغير الاويل سيل على حسب المشكلة فين. او يكون القلاوظ بايظ ومحتاج شغل خراطة. لو الزيت نازل من عند طبة الزيت الصغيرة اللي من عند المنافلة هيكون نفس فكرة الطبة الكبيرة. لو الزيت نازل من عند فلتر الهواء على غطا الكلاتشات ومنه على الارض، فده بيكون جاي من خرطوم التنفيس اللي جاي من وش الموتور، وده طبيعي لان القرص والكبس على الموتور بيزود من عملية طرد الزيت من مكان التنفيس اللي في وش الموتور، وده بيكون من اسباب نقص زيت الموتور برضو، فخلي بالك ده من اسباب نقص زيت الموتور. لو الزيت جاي من تحت الفارياتور من جوه السي في تي اللي هو وش الفارياتور، يبقى تفك وش السي في تي وتكشف على الاويل سيل اللي موجود ورا الفارياتور وتشوف الزيت جاي من عنده ولا لا. ولو الزيت جاي من عند الاويل سيل يبقى محتاج تغير الاويل سيل. ولو الزيت جاي من تحت الكلاتش اكشف على الاويل سيل اللي ورا الكلاتش. ولو الزيت جاي من تحت التروس يبقى تبص على مسمار تفريغ الزيت اللي ورا الكلاتش من تحت السي في تي، ممكن يكون مش مربوط كويس لو انت لسه مغير زيت في تيس مثلا وبعد شوية لقيت فيه زيت من تحته. واخيرا ممكن يكون الموتور اتخبط من تحت واتخرم او اتشرخ ويجيب زيت. وعشان تعرف تحدد المكان والاسباب محتاج تغسل الموتور كويس وبعدين تدور الموتور وتتابعه عشان تعرف مكان التسريب فين وتقدر تعالج المشكلة. بالنسبة لك كراكب او كمستخدم ممكن ما تعرفش تعمل حاجة من الحاجات ديت، ولكن انت دورك ان انت تغسل الموتور كويس، سواء الموتور لوحده او السكوتر كله زي ما تحب، بس الاهم طبعا الموتور عشان يبان مكان التسريب فين، وتروح لفني هو يبصلك عليه من تحت، هيدور الموتور ويسيبه داير بعد الغسيل عشان يشوف الزيت هينزل منين والتسريب هيحصل منين. بس انت تبقى خدت فكرة وعرفت ايه الاسباب وايه اللي ممكن يكون جايب زيت.